هيس حقيقتي في درس حقيقة بك كانت أدام بها أمنوا باليوم الآخر قياد ما سنت أمنوا قيا إسابودا قيام برونجر سنت أمنوا والإيمان باليوم الآخر قياد ما تتأمنوا جتشان الإيمان بكل ما يكون بعد الموت وان بودا دعاتي أرقم قوتو تأمنوا أركان شنفان بأي أجسا بليانكية مرتوض ما أجساته وهو يتضمن أمور كوابائي وفكيس ساقبا بويا مجرشات تأمنوا جتشا وابائي وفكيس ساقبا مراسة كيستالا الله كأولا فتنة القبر قبري فتنة قبري تتأمنوا قبرين توني بيمتي إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار قبرين تنوقتني ديما تنامتي قبرين لما تكي شفي جنتاتي تكي بولو بالذات فتنة تجرى وإنكم تفتنون في قبوركم غنام وكرم وفجر تنجر النبي كنا قبري كيسا كيست قنافو دعائي بودا التشهد كيست من فتنة عذاب القبر لما قام فتح جنيه عدد صلاة نبرسيسا فتنة قبري كيسا هدجر سن كيسا بسؤال الملكين للميت في قبري قافي ملكان لمن قبري كيسا نما قافة عن دينه دين كمال وربه رب كمال ورسوله رسول كمال أكما تهت نعم قافي تجرى فتنة الأمر الثاني نعيم القبر وعذابه قبرين جنة قبرين تنقسنن أكم دور سنين جري أنني تو كيسة جرى قبري كيسة عذابك كيسة جرى نمني قبري تنا يوغا كاني برادي بيان قلقل مخان الرا يو كانني زلاكي قلقل مخان الرا سينا odoo qabeenya guddaa fedhe irraa du'e odoo deebi'anii deebuun hawwu nama jihaada keessatti du'e malee jedhan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam وقد وردت نصوص كثيرة في بيان عذاب القبر ونعيمه حديث هدوت جدفه نبي محمد الرا طلا في قنني في چنكا عذاب قبري كيس جرت ابسطو حديث هدو جرجراني حديث براء بن عازب حديث صحيحة حديث موتو بائي وان هدو كيس جرو حديث كان وجلال لك بجمتوتا كينا بائي حديث ألفاتو حديث كان وجلال حديث كان روى الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. حديث نير آمتني صوت قرآ جيمنا حديث كن حديث كما كبجمتوتا دا وتوتكية باء حديث الرفا يدمو دندنو يا ولا هردفنو